حبايبنا طلبة أولى إعدادي، تعالى معايا في الفيديو ده هديلك أهم المواضيع اللي هتيجي في الامتحان. عندنا هنا احنا عارفين المنهج بتاعنا فيه مواضيع كتيرة، بس أنا لميت لك أهم 6 مواضيع هيمشوا مع أكتر من موضوع باراجراف. يعني ال6 مواضيع دول ممكن يتناسبوا مع حوالي 20 موضوع. تعالى نشوفهم مع بعض كده، نشوف المواضيع دي بتتكلم عن إيه. عندك هنا أول موضوع قال لك اتكلم عن يور ديلي ديجيتال روتين، الروتين الرقمي اليومي بتاعك. او قال لك اتكلم عن الديجيتال ديفايسز، الاجهزه الرقميه، او قال لك اتكلم عن التكنولوجي. فالموضوع ده هيكون مناسب معاهم كلهم. طيب هنقول ايه؟ عندك هنا بيقول لك I use digital device، يعني انا بستخدم الاجهزه الرقميه every day in my life، فين في حياتي. I have a mobile phone، أنا عندي موبايل فون and a tablet at home، عندي موبايل وعندي تابلت في البيت. I use my mobile phone to call my family، بستخدم الموبايل فون عشان أكلم الفاميلي الأسرة بتاعتي and my friends وأصدقائي. I like to watch videos، بحب إن أنا أتفرج على الفيديوهات and listen to music، وأسمع الموسيقى on my tablet، على التابلت بتاعي. At home I use technology، في البيت أنا بستخدم التكنولوجيا. To learn and play games، عشان ان انا اتعلم والعب العاب. I use the computer، وبستخدم الكمبيوتر to عشان ايه؟ study and do my homework، اذاكر واعمل الواجب بتاعي. Technology helps me، التكنولوجيا بتساعدني learn new things، ان انا اتعلم اشياء جديدة and have fun، وان انا استمتع. I like digital devices، بحب الاجهزة الرقمية because they make my life easy، لأن هي بتخلي حياتي سهلة and happy، سعيدة. I use technology every day، بستخدم التكنولوجيا كل يوم in a good way، بطريقة جيدة. ده كده أول موضوع. طيب تعال نشوف تاني موضوع عندنا بيتكلم عن مين. عندك قال لك اتكلم عن your favorite learning style، أسلوب التعلم المفضل بتاعك. أو قال لك اتكلم عن موضوع اسمه learning together، إن احنا نتعلم مع بعض. أو قال لك a good learner، المتعلم الجيد. أو learning plan، خطة التعلم. ممكن أكتب إيه في الموضوع ده؟ تعال نشوف مع بعض. عندك هنا بيقول لك I like learning in a simple and easy way، بحب إن أنا أتعلم بطريقة بسيطة and easy وسهلة. I learn better، بتعلم أفضل when I listen and see pictures، بتعلم أفضل لما بسمع and see pictures، وأشوف صور. I like learning with my friends، بحب ان انا اتعلم مع مين؟ مع اصدقائي in class، في الفصل. We help each other، بنساعد بعضنا البعض and learn together، وبنتعلم مع بعضنا. A good learner، المتعلم الجيد listens to the teacher، المتعلم الجيد بيسمع للمدرس بتاعه and asks questions، وبيسأل أسئلة. I like to read short stories، بحب ان انا اقرا قصص قصيرة and write easy sentences، واكتب جمل بسيطة. sentences يعني جمل. at home، وفي البيت I make a small learning plan، في البيت أنا بعمل خطة تعلم صغيرة. I study my lessons، بذاكر الدروس بتاعتي every day، كل يوم and do my homework، وبعمل الواجب بتاعي. learning helps me، التعلم بيساعدني إن أنا أعرف new things، أشياء جديدة and be happy، وأكون سعيد. I always improve my learning plan، وأنا دايما بحسن خطة التعلم بتاعتي. ده كده تاني موضوع. يبقى لو قال لك اتكلم عن your favorite learning style، أو learning together، أو a good learner، أو learning plan، عندك الموضوع ده ينفع معاهم كلهم. عندك الموضوع الثالث قال لك اتكلم عن يور موديل، اللي هو القدوة أو المثل الأعلى بتاعك. أو the person I admire most، الشخص اللي أنا معجب بيه جدا. أو قال لك اتكلم عن Egyptian hero، بطل مصري. أو اتكلم عن Egyptian thinker، مفكر مصري. ممكن اتكلم أقول إيه؟ عندك هنا هقول لك إيه؟ my role model، المثل الأعلى بتاعي أو القدوة بتاعتي is an Egyptian person، هو شخصية مصرية أو شخص مصري. I admire very much، أنا معجب بيه جدا. كلمة admire معناها معجب بيه. He is a good and kind person، وهو شخصية كويسة and kind، طيبة. He loves his country، هو بيحب الكانتري بتاعته، دولته and helps people، وبيساعد الناس. He works hard every day، وهو بيعمل بجد كل يوم and never gives up، ولا بييأس ولا يستسلم. He likes learning، بيحب التعلم and thinking about new ideas، وإن هو يفكر في أفكار جديدة. Many people respect him، ناس كتيرة respect him، بتحترمه
because he is honest لأن هو أمين أو صادق and polite ومؤدب. I learn many good things بتعلم حاجات كتيرة منه from him. He teaches me to be kind وهو بيعلمني إن أنا أكون kind طيب and strong قوي. I want to be like him in the future أنا عايز إن أنا أكون زيه في المستقبل and help my country وساعد دولتي and my people والناس أو الشعب بتاعي. ده بالنسبة لثالث موضوع عندنا. طيب تعال نشوف بقى الموضوع الرابع بتاعنا. قال لك a problem you faced مشكلة أنت واجهتها أو a smart decision you made قرار ذكي أنت عملته أو daily choices الاختيارات اليومية. ممكن أتكلم عن إيه في الموضوع هنا؟ قال لك I faced a problem one day at school أنا واجهت مشكلة في يوم من الأيام في المدرسة في أحد الأيام. I didn't understand my lesson ما كنتش فاهم الدرس بتاعي and I felt sad وحسيت إن أنا حزين. I had a choice كان عندي اختيار to stop يا إما إن أنا أتوقف or try again أو إن أنا أحاول مرة تانية. I made a smart decision فعملت قرار ذكي and asked my teacher وسألت المدرسة بتاعتي for help طلبت منها المساعدة. She explains the lesson in an easy way فهي شرحت الدرس بطريقة سهلة easy way. I also studied with my friends وأنا أيضا ذاكرت مع أصدقائي and did my homework وعملت الهومورك بتاعي. Every day كل يوم I make simple choices like studying كل يوم بعمل اختيارات بسيطة زي المذاكرة helping my family مساعدة أسرتي and being kind to others أو إن أنا أكون طيب مع الآخرين. Good daily choices help me learn better. الجود daily choices الاختيارات اليومية الكويسة help me learn بتساعدني إن أنا أتعلم better أفضل and feel happy وأشعر إن أنا سعيد. Making a smart decision إن أنا أعمل قرار ذكي is very important هو مهم جدا in my life في حياتي. يبقى ده كده قال لك اتكلم عن problem you faced أو a smart decision you made أو daily choices. عندنا الموضوع ده يمشي مع الثلاث مواضيع دول. نشوف الفكرة اللي بعدها. عندنا هنا قال لك اتكلم عن your dream job وظيفة أحلامك. قال لك اتكلم عن your goal هدفك أو اتكلم عن your future plans خططك المستقبلية. فهبدأ أتكلم هقول إيه؟ قال لك my dream job is very simple. الدريم جوب وظيفة الأحلام بتاعتي هي very simple بسيطة جدا and nice ولطيفة. I want to be a good person and have a good job. أنا عايز أكون مين؟ عايز أكون شخص جيد and have a good job ويكون عندي وظيفة جيدة in the future في المستقبل. My goal is to learn well at school. هدفي إن أتعلم كويس في المدرسة and listen to my teachers وأسمع للمدرسين بتوعي. I study every day. أنا بذاكر كل يوم and do my homework on time وبعمل الواجب بتاعي في ميعاده. I like helping my family. بحب إن أنا أساعد أسرتي and my friends وأصدقائي. In the future وفي المستقبل I want to work hard and be successful. وفي المستقبل عايز إن أنا أعمل بجد وإن أنا أكون successful ناجح. I want to help people and make my life happy. Make my family happy. أنا عايز أساعد الناس وأخلي أسرات سعيدة. I have future plans. عندي خطط للمستقبل. To learn more إن أنا أتعلم أكتر and be a good student وأكون طالب كويس. My dream makes me happy. حلمي بيخليني سعيد and hopeful وعندي أمل. ده كده الموضوع الخامس بتاعنا. يبقى قال لك اتكلم عن your dream job أو your goal أو your future plans. عندنا الموضوع ده هيمشي معاهم كلهم. آخر موضوع بقى عندنا قال لك اتكلم عن a good citizen المواطن الكويس أو المواطن الجيد أو قال لك اتكلم عن a global responsibility المسؤولية العالمية أو الفولونتيرنج التطوع أو protecting oceans حماية المحيطات. ممكن أتكلم أقول إيه؟ عندك هنا قال لك إيه؟ قال لك a good citizen المواطن الكويس helps people بيساعد الناس and cares about the world وبيهتم بمين؟ بالعالم. We all have a global responsibility. كلنا عندنا مسؤولية عالمية. ايه هي؟ To keep our planet. ان احنا نحافظ على الكوكب بتاعنا clean and safe نظيف وآمن. Volunteering is a good way to help others. التطوع طريقة كويسة ان احنا نساعد الآخرين and help nature ونساعد الطبيعة. I like to help my family. بحب ان انا اساعد اسرتي and my friends واصدقائي. We should protect oceans. واحنا المفروض ان احنا نحمي المحيطات because oceans are very important. لان المحيطات مهمة جدا for people للناس and animals والحيوانات.
We must not throw rubbish. ممنوع ان احنا نرمي الزبالة in the sea في البحر. We can clean beaches. نقدر ان احنا ننظف الشواطئ and save water ونحافظ على المية. السمول اكشنز التصرفات الصغيرة can make a big difference. تقدر ان هي تعمل اختلاف كتير. Being a good citizen قال لك انك تكون مواطن جيد makes the world a better place. بيخلي العالم مكان افضل. وهنا كانت عندنا اهم البراجرافات اللي احنا اتكلمنا عليها، متوقع ان هي هتيجي في الامتحان، فما تنساش انك تعمل سيف للفيديو وتعمل منشن لصاحبك على الفيديو ده وتراجع على الفيديو قبل الامتحان.